السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. كفتة الحاتي وتفادي مشاكل كفتة الحاتي وإزاي؟ طرية، شايفة إزاي فاضية من جوه؟ شايفة طرية خالص إزاي؟ ما نشفتش أبدا، طرية جدا، جوسي قوي. شايفة طرية خالص إزاي؟ كل دي أسرار الحاتي موجودة في مطبخ أكلة وسهرية. إزاي لونها محمر كده؟ طرية خالص إزاي؟ بصراحة شايفة طرية خالص إزاي؟ بصراحة متصبعة ومشوية وريحتها بتتكلم عن نفسها. اتعملت ازاي وايه مقاديرها وايه اسرارها اللي تنجح الكفتة من اول اختيارك للحمة لحد طريقة التسوية. كل دي اسرار موجودة على مطبخ اكلة وسهرية. ادخلي معايا الفيديو وادخلي معايا القناة، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. كفتة الحياة يا جماعة بكل اسرارها اللي يخليها طرية جدا وجوسي جدا وطعمها مش ناشف ومش مشدود خالص. طيب، ابتداء من اللحمة نهاية بالسوى. طيب مبدئيا كده دول مقادير نص كيلو من اللحمة المفرومة. مش اي نص كيلو من اللحمة المفرومة. ازاي؟ محتاجة نص كيلو من اللحمة المفرومة فيها 25% دهن، زي ما حضرتك شايفة كده، لحمة في قلبيها دهن. ده اول خطوة من نجاح الكفتة. ضيف نص كيلو. محتاجه بصله كبيره مبشوره، ودي الميه بتاعتها، لكن مش هنرمي الميه، هنحتاجها. هقول لك هنعمل بيها ايه دلوقتي. دي بصله متوسطه مبشوره ومصفيه من الميه بتاعتها. لازم نحط لها ماده رفع. ايه ماده الرفع اللي هنضيفها على اللحمه؟ نص معلقه من بيكربونات الصوديوم. الكربونات يا جماعه، مش البيكنج باودر، الكربونات. هنضيفها معلقتين من الدقيق ومعلقه من النشا. البهارات بقى، نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الملح، نص معلقه من بهارات اللحمه، نص حبه من جوز الطيب. هنضيف البهارات، نضيف جوز الطيب على اللحمه. الكفته مش محتاجه اكتر من كده. هي دي التتبيله اللي هتخلي ريحتها مميزه جدا وريحتها قويه قوي. محتاجه حزمه من البقدونس، واخده منها الورق بس. طماطمه هبشرها على ميه البصل. ليه؟ هقول لك واحنا شغالين. سر من اسرار نجاح كفته الحاتي. الطماطمه دي هنعمل بيها ايه؟ هيبان لما تتابعيني في الفيديو وتكملي معايا الفيديو. هقلب الطماطمايه مع ميه البصل وهركنها على جنب. اللحمه محتاجه قوه عضليه جدا عشان تعجني لي اللحمه مع كل المكونات دي لحد لما يطلع للحمه نسيج. تاني خطوه هي عجن الكفته بطريقه يعني فيها قوه شويه. عايزه اوريكي نسيج اللحمه. شايفه؟ هو ده نسيج اللحمه. شايفه بقى كلها انسجه ازاي كده؟ يبقى اتعجنت معاكي تمام جدا. هنريحها ربع ساعه في التلاجة وبعدين هنشوف هنعملها ازاي. اولا عشان نجاح الكفته ما تكونش لازقه في الصينيه، عشان السوائل اللي هتنزلها ما تنشفش الكفته اكتر. ميه البصل والطماطميه المبشوره، هنضيف عليها معلقه من الزيت، ربع معلقه من الملح. نقلب الزيت مع الملح مع الطماطم مع ميه البصل. الصينيه اللي هتدخل الفرن معاها شبكه نرفعها من على الصينيه. نسيخ الكفته. اولا هعمل بس ايدي كده بميه البصل والطماطم، وهنبدا نصبع الكفته. طبعا حجم الكفته بيرجع لحضرتك، عايزاها كبير عايزاها صغير زي ما بتحبي، بس احنا هنفردها كده وهنخليها برضو حجمها وسط، بحيث ان هي ما تاخدش وقت في التسويه فتنشف. تبداي تقرصيها بالشكل ده كده. طبعا ميه البصل مع الطماطم دي هتسهل لنا عمليه تشكيل الكفته. هنحتاجها بطريقه تانية، هنشوف هنستخدمها ازاي. هنشكل صوابع الكفته كلها بالشكل ده كده لحد لما هنخلص الكميه المطلوبه او الكميه الموجوده عند حضرتك. عايزه اقول لك لسه ما استوتش وريحتها حلوه جدا. جوز الطيب والفلفل الاسمر مدياها ريحه مش معقوله. ميه البصل والطماطم دي هتديها طراوه، هتشوفيها معايا دلوقتي لما تستوي الكفته.
كده صبعنا الكفته الطماطم بميه البصل، وهنمسح بالكفته كده علشان تخليها طريه جدا وجوسي جدا. هولع الفرن من تحت بس، هحط الصينيه على بلاطه الفرن علشان خاطر تسخن، لان في مسافه بين الصينيه وبين الشبكه، ودي من ضمن الاسباب اللي هتخلي الكفته طريه وما تنشفش من السوائل اللي هتنزل منها. هندخلها الفرن، هتقعد في الفرن 25 دقيقه. بعدين هوريكي كفته الحاتي ازاي جوسي جدا وطريه جدا. استوت الكفته، عملنا شويه سلطه طحينه بسيطه جدا. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.